طريقة عملان ورق العنب بالذات. قبل ما احكي عن الطعم اللي ولا اطيب، خلينا نحكي على الحشوة. خلينا نقول كاستين رز، بننقعهم بنغسلهم منيح، بعدين بننقعهم مي مغلية. تمام. عنا كمان لما نكون سالقين حمص، لما نيجي نسلق حمص، لما نشيل الغطوة بنخليهم يغلوا شوي. لما نلاقي حبة الحمص بلش تنفقش مش مستوية، بنطال كباية حمص حب على جنب. تمام. بدنا 5 بقات نعناع بقدونس 6 أو 6. بدنا بقتين نعناع، بقتين، معلقة نعناع يابس، بقة نعناع أخضر يعني. وبنحط بصل منيح، بصل مفروم. للكاستين الرز بدنا 4 معالق قرفة، معالق البهارات، خلينا نقول معلقة أكل قرفة، ونص معلقة بهار أبيض بهار حلو. وبنحط كمان معلقة ملح، معلقة أكل ملح مش معرمة، وتقريبا معلقة الشاي أو نص معلقة، شوي ما بدنا نكتر، ملح الليمون. تمام. وزيت زيتون. نخلطهم كلهم لحتى نلاقي البقدونس دبل، بنكون وقتها مجهزين ورق العنب، يا اما نحنا سلقينه او جاهز. تمام. بعد ما نلف الورق ونظبطه، طبعا بالطنجرة بالكعب بنكون حاطين شي عشان بقلب كعب الطنجرة عشان ما يلزق شي بكعب الطنجرة، يا اما فخارة يا اما غطا او صحن على قد المعدن على قد الكعب وهيك. بنحط طبقة بطاطا، وبعدين بنستف ورق العنب، بعدين بنحط ورقة طبقة بطاطا على الآخر. بنخلي أصبعين حتى 3 صبيع بالطنجرة فاضي. ليه؟ لأنه الرز حينفش والحبة حتنفش. طبعا لما نلف ورق العنب ما نشده على الآخر. تمام. حتى قد ما حطينا ما نشدش على الآخر، لأنها هيدي كانت كتير أصغر بس نفشت. تمام. يعني حتى هيدي كانت اصغر من هيك ونفشت، فلازم بس نلفها ما نشدها على الاخر. فينا نحط حشوة قد ما منيح. ليه؟ لانه في بقدونس كتير ونعناع وحمص، فكمية الرز مش كتير كبيرة بتوزع. هلا بنحطهم وبنرش عليهم كمان بهار وقرفة، وبنغلي مي، بنكون غاليين مي ملح مقدارها على فوق ورق العنب والبطاطا. كمان بنحط زيت زيتون. هلا بس تغلي المي بنشوف المي تكون ملحة على قدها، وبنحط فوق غمة الورق، خلينا نقول الاصبع فوقهم. بنحط تقيلة عشان ما ينشوا شوي اولها لحتى يغلوا نتفة. بعدين بنشيل الغطا التقيلة اللي فوق، لان نحط تقيلة اللي فوق عشان ما يفوشوا، وبندوق ملحاتهم. اذا بدهم مي طبعا حيعوزوا مي لانه حيشفط، يعني الرز حينفش حياخد مي. بندوق الملح، يا اما بنزيد مي عادية يا اما بنزيد مي بملح، لحتى بنخليهم يغلوا لحتى الورق نلاقيه استوى. تمام. لما نلاقيه تقريبا استوى بنجهز مي مع ملح الليمون ونحطهم يغلوا غلوة. هلا بس نلاقيهم خلص صاروا جاهزين، بنحطهم على مصفاية ليصفي المي كلها، وبنتركهم ليبردوا، وبنحطهم بصحون. طبعا قشرة البطاطا على جنب، وطعمتها ولا أطيب ورق عنب بالحامض. مثل ما احنا منظرها جنن. وهاي هي.